3 وصفات في فيديو واحد. النهارده الجمعة والناس كلها بتحب تاكل سمك. احنا بقى هنعمل خلطة جديدة جامدة جدا للسمك الفيليه وللرز وللجزر اللي جنبه. الاول هنشوح شوية كاجو ني، وبعدين هنجيب فلفلاية حمرا ناخدها نشويها على عين البوتاجاز، وممكن لو حابين تشوها في الفرن زي ما تحبوا تعملوا الاسهل لكم. هنجيب طماطمايه وهناخد الفلفلايه ونقطعهم ونحطهم في الخلاط او الكيتشن ماشين، وطبعا الصوص اللي طلع منهم ده حطوه كمان معاهم، ما تسيبوش ولا فتفوته عشان بتفرق في الطعم. نضربهم ونضيف فلفلايه خضراء والكاجو بتاعنا، ونحط التوابل اللي هكتبها لكم بالتفصيل في الوصف، ونحط عليها شويه خل وشويه ليمون. نضربهم تاني كويس، وده شكل الصوص بعد ما طلع. هنجيب بقى قطع الفيليه بتاعتنا وننشفها زي ما انتوا شايفين بورق الزبدة، لازم ننشفها كويس جدا. وبعدين نجيب الصوص بتاعنا ونفرده على كل قطعة فيهم ونوزعه كويس بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. ايوه كده تمام، طريقة التوزيع بتاعتنا ماشية بشكل مظبوط. هنجيب ليمونة ونقطعها قطع ونفردها في الصينية اللي هنحمر فيها، وبعدين نحطه على الوش التاني، ونجيب بقى نفس الصوص ونفرده على الوش التاني بتاع القطعة بتاعتنا. هناخد طبعا الكلام ده كله، انتوا عارفين ان احنا هنروح بيه الفرن، وهنظبط الفرن على درجة حرارة 160 وهنسيبه حوالي 20 دقيقة. نروح بقى للجزر المكرمل الجامد جدا بتاعنا. هنحط الجزر في الوok او الطاسة ونحط عليه زبدة وتوصوا بالزبدة شوية، نحط شوية ملح شوية فلفل صغيرين ونحط مية، نرجع نقلب تاني ونطمن عليه، وبعدين نجيب شوية عسل نحطها عليه يا سيدي يا سيدي، وبرده شوية ملح وفلفل صغيرين تاني. وهنروح دلوقتي نعمل الرز. حطينا الزيت ومعلقة الزبدة. هنجيب بقى نفس الصوص اللي احنا عملناه للسمك ونحطه بعد ما نحط الزيت، وهنحط معلقة ملح صغيرة وكوباية الرز بتاعتنا، ونحط المية ونرجع نشوف الجزر اللي اتكرمل. واو طالع تحفة. حطينا طبعا عليه شوية خضرة علشان الشكل يطلع حلو. بجد الجزر ده جربوه طعمه طلع تحفة. طبق التقديم بتاعنا عاملينه بالشكل ده، وألف هنا عليكم.